هاي. المهم غير باش نقول لك راه تبارك الله عليك، زعما تبارك الله وما شاء الله عليك، حيت كنهضر مع ناس وهذا زعما عندك معلومات ومثقف وكتعرف توصل وكتعرف تهضر. حاول تطور القناه ديالك اكثر، حاول طورها. يا الحمار، تقول لي يا عطي هذا، قول لي عادي جدا، دير لي بحال ديك السياسه ديالو. قول لي شي ديك مالكك اللي كتضل تمدح فيه. قول لي ابو سعيد سراء كيلعب لي البوكس في المؤخره ديالو. قول لي شوهنا عالميا اللي كيسولنا كنبغيو نفتخروا به، ونقول ليه مالكنا كيقولناش من مالككم كذا كذا. قول لي مالك سجدك غريبه. وقول لي دابا ما فهمتش، حلال عليكم حرام علينا، دبانه حلال ومصيرنا حرام. انا ما عرفت دبانه حرام ومصيرنا حلال ولا شي. قول لي انت دابا مالك، دابا انت مع المثليين ولا ماشي معاهم؟ الا كنتي ماشي معاهم وقبيل ما تهضر عليا انا ومجد. قول لي الدوله مغرب فيه 40 مليون نسمه يقودها. قول هذيك الكلمه خايبه، قولها لي بحال هكا. شوف شي منظمات خلات ماشي جمعيات ديال اكنور، اش نقول لك؟ علاش ما تشوفش هذيك الجمعيه ديال الامنستي؟ الا كانت في الاسبان خاصك تحتمي بشي جمعيه، فهمت؟ شي منظمه. سول واش مسكون عندك لا متابعه لا والو، فهمتي؟ انا راه كنتعصب كيطلع لي الدم كيمشي ليا الرئيس لجهه اخرى، فهمتي؟ قول لي بحال هكا. دابا عرفتي شنو؟ ما تتعصبش، نقول ليه انني مثلي ومن حقي وكيساندنا العالم، اجي نقول لك. دابا نصيفط لك من ما سمعتش الفيديو، دابا نصيفط لك واحد الجمعيه نقلب عليها وراسلها. قول لهم هذا المثلي اش كيدير لي، هذا كيعيرني. انا ما فهمتش واش كيعير المثليه ولا هادي، فهمتي؟ وما عرفتش وبرزت شد باباه. ضابطة الشرطة المتواجدة بأمريكا اللي كانت دنيا فلالي هي أول من تكلمت عن قصتها مع وزير حقوق الإنسان السابق اللي هو المحامي، وأمور كثيرة ممكن نتكلم عليها في وقت سابق. وأنا سبق لي وين تواصلت مع ضابطة الشرطة المغربية هذه الموجودة في أمريكا وعندي تواصل معها طبعا. وأنا سبق لي وين تواصلت مع ضابطة الشرطة المغربية هذه الموجودة في أمريكا وعندي تواصل معها طبعا. وأنا سبق لي وين تواصلت مع ضابطة الشرطة المغربية هذه الموجودة في أمريكا وعندي تواصل معها طبعا.